سلام الله عليكم، كيف حالكم يا أساطير؟ أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. عدنا لكم بحلقة جديدة، أتمنى أن تنال إعجابكم. وهيا لنبدأ حكايتنا. بعد مدة يعود البطل ونيمسيس إلى المدينة. تسأله الفتاة ذات النظارات والتي اسمها هي ماري عن سبب حصوله على أذنا كلب. يخبرها البطل بكل ما جرى، لتعلق قائلة: يمكنني أن أتفهم ذوق ذلك الرجل. يرد البطل بأنه كان يخطط لزيارة أحد متاجر أليخاندرو، وهو أحد الأشخاص الذين أنقذهم في المرة السابقة، لكنه يتردد بسبب الأذنين. قبل أن يكمل حديثها تقاطعه الفتاة وتقول: لا داعي للقلق، حتى أعظم الخبراء تحدث لهم أشياء غريبة. بعدها يتوجهان إلى متجر حيث يستقبلهما أليخاندرو بحرارة. في تلك اللحظة كان البطل يتمنى ألا يراه روك ورفيقته، لكن فجأة يظهران من بعيد ويبدأان بالتلويح له، وهكذا يتأكد أن هذا هي لعنة أذني الكلب. يسأله روك: من أين حصلت على تلك الأذنين؟ فيروي له البطل ما حدث باختصار، لكن نيمسيس تستغرب وتقول لن يفهم، غير أن روك يرد بثقة: بل فهمت، التقيت بشخص ما وأعطاك كثيرا. ينصدم البطل ونيمسيس من حثه ليضيف روك قراءة عقلك سهلة. يلفت نظر البطل معطف روك ويعجب. بعد مدة نراه يشتري معطفا صوفيا مشابها. أثناء ذلك يلمح مجموعة من الناس متجمهرين حول لعبة صغيرة. يقترب ليرى أنها لعبة غاشة، لعبة حظ. يدخل فيها بحماس، لكنه يصدم في النهاية بسبب خسارته 100,000 ليرة. وعندما يفتح المحاولة الأخيرة يخرج منها حصان، غير أنه لا يعرف كيف يركبه. في المقابل كان حظ روك جيدا جدا، مما جعل البطل يتذمر ويقول: يبدو أن هذه لعنة أذني الكلب. يحاول ركوب الحصان لكنه يسقط فورا، فيتعجب من جهله بالفروسية وهو بالداين. يخبر نيمسيس أن تنتظره قليلا ليخرج إلى العالم الواقعي، ليكتشف أن مهارة الفروسية تكتسب قبل أن يصبح بالاداين، أي أن فئته أضعف، بحيث يبحث أكثر ليجد أن الحصول على هذه المهارة يكلف 100,000 لير أخرى. فيصدم، يعود للعبة ويقول لنيمسيس: يجب أن أجمع المال، لكن مستواي ضعيف للمشاركة في المهمات الكبيرة. في تلك اللحظة ينتقل المشهد إلى فتاة يحاصرها مجموعة من البلطجية. أثناء تنمرهم عليها نسمع صوتا يأمرهم بالتوقف. تستغرب الفتاة إذا بدا لها الصوت مضاعفا، لكن ذلك كان البطل وشخص آخر من بعيد يظهر صاحبه. فتى يدعى نابو مستو 126 يطلب منهم الابتعاد. يهجمون عليه بسرعة قبل أن يتمكنوا من تجهيز سلاحه، فيبرحونه ضربا. في هذا الوقت يظهر البطل مع نيمسيس ويخبر الفتاة بالهروب. يتدخل البطل وبعدها يضرب زعيم البلطجية بيديه فقط، مستفيدا من تعزيز قوته الطبيعية. فيجبر البقية على التراجع وهم يهددونه بالقتل لاحقا. بعد انتهاء المعركة يساعد البطل الفتى الذي يشكره ويعرف نفسه باسمه يوغو. تعود الفتاة باكية وتشكر البطل، لكن يوغو يطلب منها أن تمسح دموعها. عندها تصر عليهم أن ينقذوا أخاها، فيوافق كل من البطل وهيوغو. فجأة تظهر فتاة أخرى من بعيد وتعتذر لهيوغو قائلة إن أولئك الأشخاص كانوا ضعفاء أصلا. يتبين أنهم نفس البلطجية قبل قليل وهم مهزومين. يتعرفون بعدها على بعضهم. بعد هذا ينطلق راي وهيوغو مع رفيقتيهما نحو مقر الأعداء. عند الاقتراب يخرج هيوغو صفيحة يطلق منها آليا ضخما يتبع لمملكة درايف، لكن البطلان كان هدفهما إنقاذ الفتاة لا الدخول في صراع واسع. فيتفقان على خطة. يوغو ورفيقته يشتتان الانتباه في الخارج، بينما يتسلل راي ونيمس إلى الداخل لإنقاذ الأطفال. يتقدم هيوغو مستخدما الآلية المضرة ويطلق دخانا كثيفا، فيتمكن راي ونيمسيس من الدخول في الداخل. نراهم يواجهون حشدا كبيرا من الزومبي، فيقضي عليهم راي باستخدام مدافع النيران الخاصة به. بعد القضاء عليهم تظهر شرارات حمراء تتطاير نحو السماء وتشكره على تطهيرها. يرفع راي رأسه ويقسم على الانتقام من الأوغاد. يتذكر حينها ما قاله له هيوغو سابقا والذي لم نسمعه وقتها، أن الأسياد أمثالهم لا يرون هذا المكان مجرد لعبة، بل يعاملونه كواقع حقيقي. ينادي البطل نيمسيس فتجيبه بصوت قوي: هيا لندمرهم يا سيدي. يظهر رجل غريب ويقول: تهتم بالسيد الآخر، بينما هذا من نصيبك يا غوز. فجأة يخرج ثور ضخم لمواجهة راي. تدور معركة عنيفة ويميل التفوق للوحش، ومع انخفاض صحة الوحش يبدأ بالبحث عن الطعام. فيرى الأطفال داخل عربة ويحاول التهامهم. في تلك اللحظة ينادي يغو على رفيقته ويقول: قد يعيق هذا خطتنا، لكن لن أدعك تقترب منهم. يكمل قائلا: والآن ستريك الجحيم أيها الثور اللعين. فلتشهد قوتي الحقيقية. يندمجان ويشكلان آليا جليديا ضخما
بعدها ينطلقان نحو الوحوش. نرى الراي يتوغل في الممرات المظلمة، يجد رسومات غريبة على الأرض، فوقها طفل ينطلق لمساعدته فور وصوله. فجأة يشعر ببرودة دم ويسقط على الأرض. يظهر القنطور بعد سقوط البطل على الأرض وهو يحمل الطفل. يبدأ القنطور بالسخرية من البطل ويقول أنه سيحوله هو والأطفال إلى اللاموتى. فجأة تقطع يده فيصدم لنرى أن راي هو من هاجمه. ينهض البطل بعدما شفي ويتوعد القنطور بالموت. يرسل القنطور مجموعة من الزومبي عليه. بينما يهرب يطارده البطل ممتطيا حصانه الفضي. يستنجد القنطور بجوز لأنه يجد رأسه مقطوعة ومجمدة. عندها يظهر هيوغ ويقول له حان دورك الآن. يتراجع القنطور للوراء فيجد البطل أمامه. يخرج بعدها بلورة ويطلقها على البطل لكن راي يصدها. يقترب البطل منه وسلاحه مصوب إليه ويخبره أنه لا مكان للهرب. يبدأ القنطور بعرض المال وأشياء أخرى على البطل فيمد الأخير يده نحوه. يسأله القنطور هل تريد المال؟ فيجيبه البطل لا، حياتك كافية. ثم يقضي عليه. بعدها يستلقي البطل على الأرض وتعود نينسيس إلى شكله البشري. وبدأ تطمئن على حاله يعطيه هيوغو أكسيرا ليستعيد طاقته. يقف البطل مرة أخرى ويشكر هيوغو. يتساءل هيوغو عما يستفعلونه بجثة القنطور فيجيب البطل أنه لا يريد لمس أشلائه أبدا. وتوافقه نينسيس الرأي. يطلب هيوغو من كيوكو أن تخرج. تسأله إن كان متأكدا فيجيبها بنعم. تتحول إلى هيئتها البشرية وتكشف أن اسمها الحقيقي هو كيوكتوس جنين هيوغو من نوع العذراء. تخبرها نيمسيس أنها تشبهها فترد كيوكتوس بالإيجاب. يتوجه بعدها الجميع إلى الداخل لإنقاذ الأطفال. في الخارج نرى بعض البلطجية الناجين يقولون أنهم سيأخذون بعض النقود. يفتح أحدهم صندوق زعيمهم فتخرج كمية كبيرة من الأموال. يفرح الجميع لكنهم يجدون شيئا غريبا. يمسك أحدهم فجأة تفتح عينيه وتصدر عبارة تنشيط تدمير المخزن استدعاء مهارة الانتقام. خلق ضغينة الموتى تتحول إلى كره ضخمة تمتصهم جميعا ليخرج منها وحش عملاق يدعى جو سميث. يظهر متحكم في الإدارة لكنه لا يبدي أي ردة فعل. لاحقا يخرج هيوغو ورايما ومعهما الأطفال ليجد الوحش الضخمة في الخارج. يعرف أنهم في مأزق. أثناء ذلك تخرج فتاة صغيرة من العربة وهي تبكي فيوجه الوحش نظره إليها ليهاجمها لكن البطل يصد ضربته باستخدام قاذف النيران فيسقط الوحش. يطلب البطل من هيوغو إنقاذ الأطفال والهروب فيجيبه حسنا. تبدأ معركة ملحمية بين البطل ونيمسيس ضد القنطور الضخمة ويجمع البطل نقاط الانتقام ليقتله بضربة واحدة. بعد اكتمال الحد الأقصى يقطع رجل القنطور ليختل توازنه وننزل رأسه للأسفل فيستعد راي لقطعها لكن القنطور يفاجئه ويطلق لهبا من عينيه. يرمي البطل بعيدا وكأنه سيموت لولا حماية نيمسيس له بجسدها. تطلب منه الاستيقاظ لكنه تضرر كثيرا. تعطيه إكسيرا ليستعيد بعض قوته. بينما ذهبت لتماطل الوحش نرى البطل في خياله يعود إلى الماضي حين كان صغيرا. نراه ينقذ فتاة. يظهر أخوه الكبير ليقول له رغم أنك خاطرت بحياتك وكنت تموت لولا وجودي. يعتذر راي الصغير بشدة. إن أخاه قال له لكنك حاولت إنقاذها وهذا جيد. ويضيف اليوم سأريك كم أنا قوي. ثم نراه في الحلبة يهزم أحد خصومه في الملاكمة. بعدها يظهر البطل أمام جسم أسود يسأله عن ماهيته. تجيبه الفتاة أنها شظية من قاذف النيران التي يستخدمه. تطلب منه أن يعتني بها جنبا مع نيمسيس. نعود إلى المعركة حيث كانت نيمسيس على وشك الهزيمة ويتدخل راي ويهاجم القنطور بقاذف النيران. تقول له نيمسيس كيف تترك سيدة وحدها؟ فيجيبها البطل حان وقت الانتقام. ينطلق البطل بكل مهارته وفي النهاية يطيح بالقنطور أرضا ويقضي عليه بعد هزيمة الوحش. ويمتطي البطل حصانه سيلفر يعرف أنه اكتسب مهارة ركوب الخيل. يخبر نيمسيس أنه رغم كل هذه الوحشية سيكمل اللعبة فتجيب أنها ستحميه دائما فيخجل ويشكرها. لاحقا يظهر هيوغو وكيوكو معا يتوجه إليهما البطريق ويخبرهما أن راي قتل الوحش فلا داعي للقلق. يتحول البطريق إلى هيئته البشرية ويقول سيدنا نحن مثلث الحكمة سنضع حدا للحرب بين الإمبريالية والمملكة. وهنا تنتهي قصتنا. كانت أحداثا مشوقة. ماذا سوف يحدث بعد ذلك؟ بل تلك الشخصية في الواقع هل هي فقط جزء من إصلاحه أم أنها شيء أكبر من ذلك؟ سنعرف ذلك في الحلقات القادمة.